في وسط مزرعة هادية بعيد عن الناس بدأت الحكاية. خوف، توتر، وغموض داخل المزرعة. ولكن خلينا اطمن عليك الأول. عامل ايه؟ العشرة الأواخر. ما هو كل سنة وانت طيب. لو مش واخد بالك فاحنا في آخر 10 أيام من الشهر الكريم، ودي فرصة يا صديقي مش بتيجي غير كل سنة، وكمان مفيش حد فينا ضامن انه السنة الجاية هيكون موجود. طبعا ربنا يديك طولة العمر، مش بفول عليك والله، لكن يعني بنصحك وبنصح نفسي قبلك، وبقول لك بجد حاول تستفيد أقصى استفادة من ال10 أيام دول. يعني مثلا عمل بسيط، صلي ركعتين كل يوم بالليل بنية قيام الليل، وانت عارف ان في ال10 أيام دول ليلة القدر، فتخيل ان يجي عليك ليلة القدر وانت بتصلي ركعتين قيام الليل. يا راجل الموضوع كبير وانا مش شيخ، بس روح اسأل ودور وشوف الفايدة والنتيجة اللي هتعم عليك لو عملت حاجة زي دي. بالنسبة لسؤال القصة اللي فاتت، انتوا دغدغتوا الدنيا. يعني انا دخلت على الصورة والله متوقع القى مثلا 15 20 واحد جاوبوا، اتفاجئ ان في فوق ال50 مجاوبين وكله جاوب اجابة صح. اروح فين؟ هل انا اللي استتفهت السؤال او يعني اخترت سؤال سهل؟ طيب ماشي، ملحوقه القصه دي، والسؤال هيبقى صعب شويه. ولو انت جديد او مش عارف ايه السؤال، فاحنا عاملين حركه لذيذه كده، بعد كل قصه بينزل صوره هنا على القناه، صوره لها علاقه بالقصه وسؤال، والناس الجامده اللي بتروح تجاوب هناك بنقول اسمائها في الفيديو اللي بعده. زي الناس دي: محمود، وادم، وياسمين، وشهد، وكل الناس اللي بتتفاعل معانا سواء بتعمل لايك او بتشير القصص. شكرا لكم كلكم. شد الستارة، هات السماعة، الراعي الرسمي، وتعال احكي لك على القصة بتاعة المزرعة. قصة النهاردة بتبتدي من العصر، لما بكون نازل السوق وبالصدفة بتقابل أنا وهشام صاحبي. هشام كان شغال عامل في مزرعة، يعني كان بيرعى الفراخ بالليل ويحط أكل ويطمن على الدفايات وحاجات كده جوه مزرعة ملناش دعوة بيها. لأن المهم يومها يا صديقي إن لما بتقابل أنا وهشام وبنقف نهزر شوية وبتاع، بيعزم عليا إن أروح أتعشى معاه الليلة. وطبعا شوية الكلام اللي أنت عارفهم: حبيبي لا شكرا، لا والله مش بعزم عزومة هتيجي تتعشى الليلة. وفعلا بيخلص الحوار على ان انا اروح اتعشى معاه في المزرعة، وعلى بعد المغرب اخد الموتوسيكل بتاعي واطلع على الطريق اللي كان على ترعة المريوطية، وفي خلال 10 دقايق أكون عند باب المزرعة. أخبط على هشام، هشام يفتح ويرحب والدنيا لذيذة. دخلت جوه المزرعة، عبارة عن مزرعة فراخ كبيرة، وباب المزرعة الكبير لما تدخل منه تلقى أوضة كده وجواها حمام ومطبخ، أوضة للعمال يعني، وتحديدا لهشام عشان بيبات فيها. المهم لقيت لك هشام فارش الدنيا قدام الأوضة ومجهز الأكل وجايب فراخ مشوية وبتاع. الدنيا في اللذيذ، ليلة جامدة النهاردة. وأنا قدام الفراخ المشوية ببقى وحش الصراحة يعني. المهم يا سيدي، هشام رحب والدنيا تمام، ويلا عشان ناكل. جاب السلطة، حط الطحينة، دخلت الحمام اغسل ايدي، ويا ريتني ما دخلت، عشان بعد ما ادخل الحمام بدقيقة واحدة، يعني مجرد ما فتحت الحنفية وبغسل ايدي، اسمع لك صوت صرخة انا ما فهمتهاش وقتها، يعني ده حيوان ولا انسان؟ وحد كأنه بينازع الموت. وقفت حرفيا متكهرب مكاني لثواني كده، وبعد كده رحت خارج بسرعة. واول ما خرجت لقيت لك هشام واقف قدام الاكل ومتخشب، فبصيت له شوية وببص على مكان ما هو بيبص، الاقي لك قطة بتتلوى وفعليا بتخرج في الروح. فانا ما فهمتش ايه اللي حصل، فرحت عنده بقول له هو في ايه؟ قال لي دخلت اجيب ازازة المية وخرجت لقيت القطة بتاكل في الاكل، فجيت اهوشها بالطوبة، الطوبة جت في دماغها وماتت. فانا وقتها ما كنتش خايف من حاجه، بس قرفان من منظرها، فقلت له يا عم الله يسامحك عفرتني، يلا يلا يا اسطى شيلها عشان نرميها. وفعلا وقتها هشام راح داخل جوه، جاب كيس كبير كده ورحنا لفينها فيه وخدها وخرجنا بره المزرعه. المزرعه كانت بتطل على طول على ترعه المريوطيه، فخرجنا وراح رميها. المرعب وقتها ان القطه اول ما اترزعت في الارض احنا سمعنا نونوة، فعليا كأن القطة بتتوجع، مع اني متأكد وواثق ان القطة كانت ميتة ومخلصة خالص. فاول ما الصوت ده عمل كده انا اتخذت، وبعدين خلاص يعني
صدمة وراحت. بس اللي ما راحش فعليا كان إحساس هشام. أنا بصيت لهشام لقيته واقف متنح وباصص للقطة، يعني كأنها مش قطة، كأنه عمل الجريمة دي في إنسان مثلا. فقعدت أقول له يلا يا معلم، يلا أنت هتقف تسرح في جمالها؟ ما أنت اللي عملت كل ده. بس الواد متجمد حرفيا، ولما مسكت إيده جسمه متلج. وفعلا كان في حاجة غريبة، إنك لو بصيت على الكيس اللي احنا رميناه، الكيس اتفتح. يعني عارف انت على حرف الترعة بيبقى فيه شوية حشائش والحاجات دي، فالكيس اتشعلق فيهم كده واتفتح. الجزء المفتوح ده كان مبين وش القطة وعينيها مفتحة. فلما بصيت وعيني جت في عينين القطة، انا حرفيا حسيتها بصة في عينينا. فمن كتر الرعب واللي هو التلبيشة من المنظر، رحت قال له يلا يا اسطى، يلا يا عم، يلا خلينا ندخل. ودخلنا فعلا عند الاكل. هشام قال هرمي الاكل خلاص وبتاع. قلت له لا عادي، ما يعني هي لما شدت حته الفرخه الموضوع كله ما كانش خد دقيقه، فهي يا دوب شدت فرخه ما كلتش من الاكل كله. يلا نقعد ناكل وبتاع. وانا وقتها فعليا ما كنتش قادر ابص للاكل اصلا، بس كنت حابب اخفف عنه الموقف، يعني اللي هو ما احرجوش اكتر من كده. وفعلا قعدنا ناكل، واللقمه انا بحطها في بقي بالعافيه. منظر القطه وهي بتتلوى بيقلب في دماغي. فوقتها هشام بدأ يلاحظ ان انا مش قادر اكل او متأذي من اللقمة. قلت له والله ابدا، الدنيا في اللذيذ يا اسطى، انا اكلت على قد ما قدرت. قوم بس لو هتعمل لنا كوبايتين شاي. فقال لي ماشي. وقام هشام دخل المطبخ، وطلعت انا تليفوني وبدأت العب فيه. وفي الوقت ده بدأت أسمع صوت خربشة. أنا متأكد إنه صوت خربشة، بس قعدت أقول لنفسي يمكن الواد عادي يكركب جوه بيعمل حاجة، بيغسل كوبايات بتاع. قعدت أعمل مع نفسي كده لغاية ما هو طلع وجاب الشاي. قعدنا يا صديقي نشرب كوباية الشاي، ولاقي لك هشام نفسه بيقول لي انت سامع؟ قلت له اه سامع، بس هو مش في قطط كتير في المكان؟ يعني مزرعة ده طبيعي. قال لي ايوه فيه، بس القطط بتجري في المزرعة، مش بتخربش على الباب كده. وده فعلا اللي انا كنت ملاحظه، ان الخربشة على باب المزرعة من بره. بس علشان اهرب من الاحساس اللي انا بفكر فيه، قلت له طب ما تقوم يا ابني نبص لا يكون في حرامي. زي ما تقول هشام ما صدق ان انا قلت كده، لان الكلمة هربته هو كمان من الاحساس. فقمنا نتمشى على بره. فتحنا باب المزرعة، مفيش أي حاجة. رجعنا قعدنا تاني، كل تقريبا 10 دقايق نسمع صوت الخربشة. وفي كل مرة كنا بنهرب منه بأي حوار تاني، نغير الموضوع، نفتكس افتكاسة ان قطة هنا قطة هنا. خصوصا ان المزرعة كانت في منطقة زراعية أصلا، فاللي هو فيه كلاب وفيه قطط. الموضوع يعني ما كانش واقف عند القطة اللي ماتت. لغاية يا سيدي ما بيمر بينا الوقت، وبنوصل ل11 تقريبا، وبنقوم أنا وهشام ندخل الأوضة علشان ننام. ومعلومة يعني عن رسمة الأوضة، الحمام والمطبخ كانوا من جوه الأوضة. يعني هي كانت أوضة وجواها بابين كده، ده باب حمام وده باب مطبخ. فهشام كان مطفي النور وسايب نور الحمام هو اللي منور، عامل ضي خفيف خارج من الإزاز اللي هو بيبقى في باب الحمام ده، ضي سهاري كده اللي هو الناس تنعس فيه زي الفل. ورقد هشام على السرير وأنا رقدت على الأرض. وفي خلال ما انا مغمض عيني وما بين ان انا بنعس ولسه اسمع لك صوت الخربشة تاني، بس المرة دي على باب الأوضة. فتحت عيني كده وبصيت يمين وشمال، الاقي لك هشام قاعد مقرفص فوق السرير. وقتها فعلا انا خطفة نفس لجوه كانت هتوقف قلبي. اللي هو ايه يا ابني قاعد كده ليه؟ قال لي انت مش سامع الخربشه؟ قلت له يا عم الخربشه سامعينها من اول الليل، ما ترعبناش. انت يا اسطى عايش هنا لوحدك ازاي بالحاله اللي انت فيها دي؟ رد عليا وقال لي كل الكلام ده عمره ما حصل. فقلت له عادي يا معلم، انت بعد اللي عملته النهارده ما تستغربش انك تتخض من اي حاجه، بس ده ممكن يكون صوت هوا، صوت خشبه مكسوره بتاع. الموضوع مش واقف على اللي في دماغك. ولكن يا صديقي قبل ما اكمل الكلمتين، نسمع لك قطه بتنونو جوه الاوضه. مش نونوه طبيعيه، دي قطه بتنونو كانها بتشتم او بتزعق. في اللحظه دي هشام نط من على السرير نزل عليا انا تحت. وطبعا مش محتاج اقول لك على الهرتله اللي هرتلها، يا نهار اسود، وعمل حركات كده اللي هو والله لو قلبك حديد انت هتترعش. فحاولت ازقه كده، قلت له يا ابني المجنون انت فين؟ مفيش حاجه. لقيته قال لي لا والله يا اسطى، وربنا انا عارف انها مش هتسيبني في حالي الليله دي. وفي نفس اللحظه وكانها اشاره لهشام بتقول له مش هسيبك الليله دي، نسمع صوت حاجه اتكسرت جوه المطبخ. فطبعا هشام اتنفض، او انا وهشام اتنفضنا ورحنا قايمين بالراحه كده، نور نور الاوضه وفتحنا باب المطبخ. دخلنا ما لقيناش حاجه غريبه، بس لقينا طبق واقع في الارض متكسر. فانا سبقت بالكلام علشان خياله ما يسرحش، قلت له اهو يا هطل،
طبق تلاقيك نسيته على حرف الحوض ولا حاجة. راح قايل لي لا أنا أصلا ما كنتش حاطط أطباق في الحوض، وبعدين الأكل كنت جايبه جاهز كله. وقبل ما أرد أو ألاقي أي رد أقولهوله نسمع صوت القطة من تاني جاي من شباك المطبخ. وفي اللحظة دي أنا فعلا خفت بجد، لدرجة إن بدأت أحس إني مخنوق أو حاسس إن أنا جوه الأوضة دي محاصر بشيء ما أنا مش عارفه. فقلت له تعالى يا اسطى، تعالى نطلع في المزرعة بره نشم شوية هوا. وفعلا مدينا إيدينا، جبنا التليفون والسجاير والكلام ده وخرجنا من باب الأوضة. مجرد ما خرجنا خطوتين كده وبرمي عيني على باب الأوضة، أنا لقيت لك باب الأوضة حرفيا كأنه متقطع، مع انه باب خشب، بس كأن حد كان ماسك سكينة ومخربشه. فبقول لي هشام هو ايه اللي مبهدل الباب عندك كده؟ الاقيهولك بيقول لي عمره الباب ما كان كده اصلا. وبدأ يقرب من الباب ويبص، فانا قربت منه عشان ارجعه، انا شايفه اصلا متلبش لوحده. بس لما رجعته قلت له خلاص يا عم تلاقيها حاجة قديمة انت مش عارفها ومش عارف. انا فعلا تنحت التتنيحة دي وقتها، لان لما ركزت لقيت ان في رجلين قطة على الارض ومعلمة بمية كأنها قطة مبلولة. ووقتها بدأت ارمي عيني كده على اثار الرجلين، لقيت ان الاثار جاية من عند باب المزرعة من بره لغاية باب الأوضة، ومفيش اثار لرجوع. يعني كأن القطة اللي جت دي المفروض انها واقفة هنا دلوقتي. وفجأة لقيت هشام بيقول لي القطة دي أكيد لسه عايشة، أنا هطلع أبص عليها دلوقتي. حاولت أمنعه وأقول له يا ابني عايشة إزاي ومش عارف إيه. هشام خدها جري. ووقتها يا صديقي أنا كنت خايف من اللي بيحصل وخايف من القطة، وبقيت خايف من هشام نفسه. فاضطريت ان اطلع جري وراه، وفعلا لقيته فتح الباب وعدى الطريق ووقف عند الترعة وواقف بيبص تحت. رحت جنبه وببص، الكيس اللي رمينا فيه القطة متقطع 100 حتة ومفيش قطط موجودة. وقتها لقيت هشام بيقول لي شفت، مش قلتلك القطة لسه صاحية؟ قسما بالله القطة دي ما هتسيبنا في حالنا النهاردة. انا ساعتها ورب الكون لولا الاحراج لسبته ومشيت. فحاولت ابتسم ابتسامة كدابة كده واقول له قطة مين يا دي اللي مش هتسيبك في حالك؟ انت عبيط يعني؟ اعتبر اللي بتقوله ده صح والقطة طلعت صاحية وجريت من الكيس. هو في قطة بتخصم مع بني ادم وكمان هتاخد حقها منه؟ يا اسطى انت بتهرتل ولا مالك؟ وكأن الكلمتين اللي انا قلتهم دول يا صديقي زعلوا القطة، عشان مجرد ما قلتهم اسمع لك من الحشيش اللي على حرف الترعة ده صوت قطة كأنه بيهددنا. انا مجرد ما سمعت الصوت اتخضيت فعلا ورميت عيني، لمحت لك عيون قطة جوه الحشيش ده بص علينا، بس مش باين لها اي ملامح، هما انعكاس نور بتاع عيون قطة كده باصص علينا. رجعت لورا يجي 3 خطوات كده وانا فعليا مغمض عيني مش قادر ابص. قلت لهشام يلا يا اسطى يلا ننام بالله عليك وخلي الليلة السوداء دي تعدي على خير. هشام انا شدته من ظهره كده ولفته حرفيا كأنه خشبة، الواد متخشب وانا تقريبا شبهه. ولفينا ورجعنا تاني المزرعة. ومجرد ما دخلنا من باب المزرعة وقفلنا الباب ونلف في نفس المكان اللي هشام موت فيه القطة، نلاقي لك القطة مكانها بس متقطعة 100 حتة. انا وقتها تقريبا فقدت الاحساس كله، ما بقيتش عارف انا حاسس بايه. ولقيت لك هشام مسك بطنه وبيجيب كل اللي في بطنه. يا لهوي على الليله اللي مش عايزه تعدي. ميلت عليه كده مسكته وبدات اقول له قوم ادخل الحمام اغسل وشك ومش عارف ايه. انا لقيت الواد مفيش في وشه نقطه دم وعينيه حمرا. واللي انت شايفه دلوقتي يا صديقي ده اللي انا وهشام كنا شايفينه وقتها. وده لان مجرد ما عدلت هشام علشان ادخله يغسل وشه النور قطع في المكان كله، وبدأنا نسمع من كل اتجاه في المزرعة صوت قطط بتنونو وقطط بتتخانق، والصوت حرفيا كان بيلف حوالينا كأنه قاصد يرازينا احنا. وكل ده بيحصل وهشام مكلبش فيا وعمال يعيط ويقول لي والله ما كان قصدي، والله ما كان قصدي. وفي خلال ثواني كان النور رجع تاني للمزرعة، بس نور راجع عليك بضلمة جديدة، لأن مجرد ما النور نور ما لقيناش القطة اللي كنا شايفينها قبل ما النور يقطع ولا الحتة المتقطعة، مفيش. وده اللي خلى هشام يصرخ ويقول لي انا هروح اجيبها دلوقتي، هروح اجيبها. انا مش عارف هو هيجيب ايه وهيجيبها منين. وخرج يجري فعلا، ومن كتر ما هو بيجري وعدى الطريق رجله اتزحلقت كان هينزل الترعة، او تقريبا فعلا هشام نصه نزل الترعة. فطلعت بسرعة وقعدت اقول له مد ايدك، هات ايدك يا ابن العبيط انت ومش عارف ايه. وجريت ايده وطلعته،
هشام بقى غرقان في الطينة لغاية هنا، اللي هو حرفيا انا لو اتأخرت عليه ثانيتين كان هيغرق، واكيد الناس اللي عارفة ترعة المريوطية عارفة هي غويطة قد ايه. المهم ان وقتها خدته ودخلت بيه المزرعة تاني، ومن كتر الخوف اللي هو فيه ما قدرش يدخل الحمام يغسل نفسه. كان في حنفية كده في سور المزرعة، راح فتحها وبدأ يغسل في نفسه كله لغاية ما بقى مية فعليا من فوق لتحت. وحرفيا الجو كان برد جدا الأيام دي، وقاعد جنبه السور يترعش وانا قاعد جنبه مش عارف اعمل ايه. هو بس كل اللي انا ملاحظه ان ما بقاش فيه اصوات، او تقدر تقول احنا استنزفنا خالص لدرجة ان احنا ما بقيناش قادرين نسمع او نحس بحاجة تاني. حتى وقتها حصل حاجة كان المفروض ان هو ده دور هشام في الشغل. لما بدأنا نسمع صوت الفراخ عمال كأن في حد بيجري ورا الفراخ في العنابر، وده طبيعي انه بيحصل، ممكن يكون فار قطة كده، والمفروض برضو انه لما بيحصل هشام بيروح يشوف ايه المشكلة ويحلها. لكن ده لو هشام طبيعي، انما هشام اللي معايا دلوقتي ده جثة بس يدوب قادرة تتنفس. فالوضع استمر زي ما هو لمدة ساعتين تقريبا، قاعدين جنب الحنفية نسمع النونوة، نسمع الفراخ هايجة في العنابر، ولا اي خطوة ولا حد فينا قادر يعمل حاجة، لغاية ما بيبتدي النهار فعلا يشقشق والدنيا بتظهر. ووقتها كل شيء غريب بينتهي، وبدأ النور ينور المكان وبقينا شايفين كل حاجة طبيعي. وللمرة المليون عم هشام يقول لي هطلع ابص على القطة. وهشام كان في حالة عصبية تخليني ما اقدرش اسيطر عليه، يعني اللي هو ما ينفعش امنعه. بس وقتها كمان لما الصبح طلع وبدأت العربيات تمشي على الطريق انا كنت حاسس بونس، فطلعت معاه عادي وبصينا لقينا الكيس اللي رامينه زي ما هو والقطة فيه، كل حاجة عادية. بس اللي مش عادي القرار اللي خده هشام وقتها. لما لقيته بينزل كده على حرف الترع، فبقول له رايح فين؟ رايح فين تاني؟ قال لي انا حاسس انه ما ينفعش اسيبها كده، انا لازم اخدها ادفنها. طبعا انا من جوايا الواد لسع، مش طبيعي اللي هو بيفكر فيه. بس ماشي يا عم هشام، هاتها هاتها. لفها اكتر ورحنا عند باب المزرعة من بره كده طريق تراب، راح حافر وردمها، وتحس انه عايز يكفر عن ذنبه بأي طريقة. هشام دخل الأوضة، جاب كل الأكل اللي في التلاجة حرفيا كله وبدأ يوزعه على الطريق كده، وكل شوية نلاقي قطة جاية تاكل، وهشام يحس بالراحة أكتر ويحس انه كفر عن الذنب اكتر. وكل ده وانا بتفرج وفعليا بستفيد من اللي بيحصل. تسألني بتستفيد ايه؟ هقولك حاجات كتير، اولهم انك ما تأذيش حاجة اضعف منك، والاستفادة التانية انك ما تاخدش قرار وانت متعصب. يعني لو غضبت فجأة من شيء بلاش تاخد قرار متسرع، لان ده ممكن يعيشك ليلة او عمر كامل من الجحيم. والحاجة التالتة ان الاحساس بالذنب كفيل يدمرك، فالواحد لازم يخلي باله من كل حاجة بيعملها، هل دي حرام ولا حلال؟ هل لو أنا قادر أعملها دلوقتي فأنا قادر أواجه اللي هيحصل لي بسببها؟ مش عارف. لكن كل اللي أنا عارفه إن في استفادة رابعة، إني لقيت موضوع قصة أجي أقوله لك وأشوفك وأطمن عليك وأقول لك ما تنساش تحط لايك وتقول لي رأيك في القصة، وتستنى سؤال الحلقة اللي هينزل كمان شوية. سلام عليكم.